السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة مهمة جدا جدا جدا. هنشرح فيها مع بعض موضوع بيخصنا كلنا، بيتعلق بعلامات المرور الإلزامية. انت بتبقى ماشي بعربيتك ولما تقرب من بعض الدورانات او اليوترنات بتلاقي موجودة علامة المرور اللي قدامنا دي. كمل كده وروح منطقة تانية هتلاقي دوران او يوترن تاني موجود فيه علامة مرور اخرى غير الاولى ومختلفة عنها. طبعا لازم اكيد هتستغرب وتقول ايه الفرق بين العلامتين دول، وهو مش من المفروض ان كل يوترنات او الدورانات بيبقى موجود فيها علامة مرور واحدة ومتشابهة؟ احنا قبل كده قلنا مع بعضنا ايه، ان علامات المرور بتنقسم الى 4 اقسام: العلامات المانعة، علامات تحذيرية، علامات ارشادية، علامات الزامية. لو رجعنا مع بعض وشفنا علامة المرور الموجودة في اليوترن الاول هنلاقيها عبارة عن علامة مرور إلزامية. طب ازاي عرفتها ان هي إلزامية؟ علشان شكلها دائري، لونها أزرق، السهم بداخلها باللون الأبيض. بيبقى الغرض من العلامة الإلزامية ايه؟ ان هي بتلزم وتجبر السائق على اتباع الرمز او السهم اللي ايه داخل العلامة. فهنا السهم بيشير ايه؟ ان الطريق اجباري للامام او لليسار، والعلامة دي انا شايف مظبوطة وما فيهاش اي مشاكل. اما بالنسبه للعلامه الالزاميه المتواجده في الدوران الاخر فانا اعتقد ان مكانها هنا مش مناسب، لان العلامه دي بترمز الى وجوب ايه العوده والدوران للخلف، مع ان الطريق طوالي قدامنا مفتوح ومش مقفول والعربيات متجهه فيه للامام. العلامه دي مكانها الطبيعي بيبقى فين؟ اي دوران بعد منه بيكون الطريق غير نافذ، يعني مسدود، سواء كان بقى عشان في اعمال صيانه او سواء كان ده نهايه حد الطريق، عشان نجبر السائق ان ايه دوران للخلف. في واحد بيقول طب يا دكتور انت ليه مكبر الموضوع كده؟ ما هي زي اي علامه بتتحط بتورينا ان في دوران هنقابله. يبقى كده ارد اقول ايه؟ يبقى لازم نشيل العلامه الالزاميه الدائريه الشكل ونحط علامه ارشاديه غير الزاميه اللي هي مستطيله الشكل، وعلى السواق بقى ايه يحدد خط السير اللي هو ايه عايز يمشي فيه. في النهايه انسب علامه مروريه بتدل على وجود دوران او يوتيرن بتبقى على شكل كلامنا ده كله بقى على قد معلوماتي المرورية الضئيلة. اللي شايف ان عنده معلومات مفيدة او اراء جديدة يا ريت يكتب ويعلق علشان كلنا نستفيد ونعرف المغزى الصحيح للعلامات المرورية. في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.